اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحم أمواتنا أموات المسلمين وارحم أمي واغفر لها واسكنها فسيح جنات رب العالمين. صباح الخير على أهل الخير، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات، والنهاردة بقى فيديو جديد كده. قلنا نبتدي اليوم معاكم ونشوف احنا هنعمل ايه وهنظبط ايه يعني اليوم طويل شوية، نسيب بقى الكسل اللي احنا كسلنا بعد العيد. بقى لنا اسبوع هم مكسلين ومش بنعمل حاجة وعاملين إضراب عن الأكل والشرب والمطبخ والكلام ده كله. صحيت من النوم، روقت الدنيا وظبطت الدنيا. أقولك شوية تريكات كده تخلي بقى شقتك نظيفة حبة كده لحد ايه يعني أما تبتدي تتوسخ كده كمان شهر ولا حاجة. احنا طبعا كلنا الشقة قبل رمضان وكلنا الشقة قبل العيد، فما فيهاش حاجات متوسخة كتير. أنا صحيت الصبح، آه فتحت الشبابيك، تمام، ونضفت الدنيا. الولاد نزلوا المدرسة عشان هيبتدوا بقى التقييمات وكده، فانا ظبطت الملايات. كل أوضة دخلت فيها كده يعتبر 10 دقايق، ظبطت فيها الحاجات اللي عاوزة تتظبط، وجريت بالمكنسة. الملايات عاوزة تتظبط، الكتب عاوزة تتحط في مكانها، الامشاط والحاجات دي هم بعد ما سرحوا وخلصوا حطوها في مكانها. يعني بحاول نعلمهم النظام على قد ما نقدر. خلصت وقفلت وظبطت الأوضة، وبعد كده الأوضة بتاعتي برضو نفس الكلام. جوزي ربنا يرزقه يا رب نازل على شغله، وظبطت السراير وحطيت كل حاجة مكانها، والهدوم اللي متطبقة لأن كنت لما غسيل طبقت الغسيل وحطيته في الدولاب. وابتديت بقى ان انا اشوف في الانتريه في حاجة مش متظبطة في السفرة، التويلت عاوز يتصبن. عملت كل حاجة يعتبر، وقلت بقى اوريكم الدنيا بقت عاملة ازاي. يعني كل الكلام ده ما خدش مني ساعتين مثلا في اليوم كله، لان انا ورايا حاجات تانية كتير عاوزة اخلص. اما الولاد بيجوا ينزلوا المدرسة بحاول انجز كل حاجة قبل ما يجوا، عشان اما يجوا ابقى انا فاضية لهم بقى، نقعد نذاكر نتغدى نشوف ايه اللي ورانا نظبط الدنيا، عشان ما يبقاش ورايا مليون حاجة. طبعا احنا قبل العيد السجاد كان نظيف، الستاير كانت نظيفة، العفش كله ملمعينه، مفيش تراب مفيش اي حاجة، الارض مسحينها. يدوب هو بس بتظبطي السراير وكل يعني بالنسبة في الشتاء انا بغير الملايات كل اسبوع، في الصيف بغيرها كل 3 4 ايام كده، عشان طبعا الولاد عرقوا مكان الشعر مكان الكلام ده كله ما يعملش ريحة، فكل 3 4 ايام كده بغسلهم. اللي الحيفا انا كنت حطاها على جنب عشان هوديهم، يا اما انا هغسلهم لو قدرت، يا اما هوديهم دراي كلين يتغسلوا. تمام. طبعا زي ما شفتوا طبق الغسيل لا غنى عنه. كنت عاملة دورة غسيل أول ما بصحى كده، بشغل الغسالة بلملم الهدوم اللي مش نظيفة عشان الغسيل ما يتكومش عليا، وبحطه في الغسالة تاخد دورة يعني دورة الغسالة كلها هي ساعتين، على ما بلف في الشقة تكون هي خلصت. وببتدي بنشر اول ما بصحى. برضو اهم حاجة لو في مواعين في الحوض، عشان المية لو قطعت في اي لحظة يبقى انا في الامان. القارورة بتاعت الديسبنسر المية بتاعت الشرب مليانة، القارورة اللي في التويليت عشان المية لو قطعت في اي لحظة يبقى انا كده في الامان. المواعين مغسولة بس خلاص كده، والغسيل اي بقى وقت في اليوم المية قطعت انا مش محتاجة الكلام ده كله. وطبعا بصبن التويليت، وبعد كده ببتدي بقى ان انا اتوضى واصلي واشوف بقى يومي هيمشي ازاي. ال ايه تاني، نشرت بقى والغسيل طبقته اللي كان محطوط. انتوا كنتوا اول مرة تشوفوا المنشر فاضي، بس حبيت اوري لكم يعني حاجة ما بتحصلش غير كل فين وفين. نشرت وظبطت الدنيا، وحبيت اوريكم المقطع ده. انا كنت عاملاه قبل العيد، بس حد سألني قال لي انت ركبتيها ازاي او عملتيها ازاي، فحبيت اوريكم المنظر قبل ما الجزامة اركبها والمنظر بعد. طبعا هي شالت من قصاد باب الشقة حاجات كتير، كان كل ده اللي داخل واللي خارج بيدوس عليه.
هتقولوا لي طب ليه بيدوسوا عليه؟ ما في جزامة تانية. لا، الجزامة التانية دي انا بحط فيها الحاجات النظيفة اللي مغسولة، لكن الحاجات اللي احنا استخدمناها مرة او اتنين او كده بحطها في يا اما كنت بسيبها على باب الشقة كده، يا اما بحطها على جنب. كان عندي باسكت كده اللي هي البرنيكة بتاعت الخضار دي، كنت بحط فيها السليبر والحاجات دي فوق بعضيها فكانت بتتوسخ. ما صدقت بقى ان انا جبت دي عشان تسيب الحاجة، يعني تبقى الحاجة نظيفة نقدر نلبسها مرة واتنين وتلاتة. خلصتها بقى وزي شايفين بقت الدنيا منظمة عند باب الشقة وكده، خلاص كل الشقة بقت نظيفة ومفيش حاجة ورايا تاني. الولاد بقى عاوزين ياكلوا أكلة حلوة، بقالنا أسبوع بناكل من بره، كلنا رنجة مقضيينها كحك وبسكوت لحد ما خلاص جبنا آخرنا من الكحك والبسكوت. فقلت لا أعمل لهم، لأن أنا في رمضان أنا ما عملتش محشي غير مرة واحدة أول يوم، وما كنتش عامله لهم محشي مشكل، يعني كنت عامله كرنب بس اللي احنا كنا مفرزينه سوا. فقلت لهم لا انا هعمل لكم بقى اكله محشي كده، يعني زي ما الكتاب قال. جبت الحاجات دي كلها، انا نزلت شبرا وجبت حاجات من السوق لان كانت عندي التلاجة يعني ابتدت تفضى، وجبت حاجة المحشي بقى. البتنجان الاسعار بقى نزلت الحمد لله، غير الاسعار بتاعت رمضان خالص. يعني انا البتنجان ده كان عامل في رمضان 50 جنيه، انا جايباه الكيلو وربع ب10. والكوسة ب20 تقريبا او ب15 مش عارفة. هو بس اغلى حاجة البتنجان الابيض كان ب20. جبت بتنجان وجبت بتنجان عشان اخلله، وجبت بتنجان عشان اعمله مسقعة. بصراحة نزلت السوق جبت كل الحاجات اللي ناقصاني والحاجات اللي الولاد عاوزين ياكلوها. وحاجة المحشي بقى البتنجان الاسود والبتنجان الابيض والكوسة والفلفل كان عامل 20. وجبت حاجات بتاعت السلطة طماطم وخيار وفلفل، والليمون عامل 100 جنيه مش راضي يتزحزح عن مكانه. وجبت ورق العنب، الورق العنب كان في رمضان كان عامل 130، الحمد لله وصل دلوقتي بقى 80. جبت نص كيلو لان انا عاملة انواع كتير من المحشي، فقلت ايه يعني حاجة كده تبقى حلة صغيرة يعني. هنا بقى هبتدي اقور البتنجان والكوسة والحاجات دي كلها وهظبطها كلها كده. يعني اليوم كله يعتبر انا لو ما كنتش انجزت وروقت الدنيا وظبطت الدنيا الصبح بدري كان زماني المحشي ده كان بعدها بيومين. بس انا الدنيا عشان وفي عادة كده ما بعرفش اعمل اكل ولا اقف في مطبخ غير ما الدنيا تكون نظيفة والشقة مترتبة وكل حاجة متظبطة، عشان اعرف اقف بقى براحتي. يعني خلاص بقى وقتي كله هيبقى في المطبخ، مش هعرف اسيب المطبخ واطلع اعمل حاجة تانية، او مش هعرف اتشغل بحاجة تانية. هنا في الوقت ده كان الولاد جم من المدرسة وكلوا حاجة خفيفة كده، وكلوا جبنة وحمرت لهم بطاطس وناموا. وانا بقى ابتديت ان انا اشتغل في المطبخ بقى، ان انا اقور البتنجان والكوسة. حبيت اوريكم كده مقطع وانا بقوره عشان في ناس ما بيعرفوش يقوروه، بيشتروه جاهز هو ما فيهوش اي حاجة، بس يعني ما نحاولش نبوظه، لان هو ما بين ان هو يتقور وان هو يتقطع هي تكة كده يعني. المهم خلصت الكمية كلها وغسلتها وحطيتها في اطباق، كل حاجة بخلصها ب... يعني بظبطها اللي هو خلاص. يعني كنت ممكن احطه متقور في كيس كده، بس قلت لا لازم يتغسل ويتحط على جنب كده، ان انا خلاص خلصت المرحلة دي مش هرجع لها تاني. كنت بعت الولاد قالوا بقى مش عاوزين ناكل بانيه، خلاص زهقنا من البانيه، فبعت جبت فرختين صغيرين عشان يعني المحشي ده انا هعمله على يومين، مش هعمل تاني يوم اكل خالص يعني. فقلت اجيب فرختين، فرخة ناكلها النهاردة وفرخة ناكلها بكرة، بحيث ان احنا ما يبقاش النهاردة اكلنا فراخ وبكرة ناكل المحشي كده. طلعت بقى الفراخ وغسلتها كويس، خليتها زي الفل قشطة زي ما انتوا شايفينها كده، ويعتبر صفيتها وحطيت مية تغلي على النار. انا بسلقها بالطريقة دي، يعني كنت ممكن اعملها صينية بس هما لا قالوا عاوزينها تبقى محمرة.
حطيت ميه على النار ما فيهاش اي حاجه، خدت غلوه كده وطلعت الريم بتاعها كده. ببتدي ان انا اشيل الريم ده كله لحد ما خلاص بقى ما يبقاش فيه ريم بيطلع تاني. وبعد ما اخلص الجزء ده ببتدي بقى اتبلها، احط عليها توابل، عشان انا لو كنت حطيت التوابل قبل ما اشيل الريم، وانا بشيل الريم هيطلع بالتوابل، فانا مش هبقى استفدت حاجة. زي ما انتوا شايفين المية الشوربة بقت صافية خالص كده. هحط عليها التوابل. حطيت معلقة من اللي هو التوابل بتاعتي، الروزميري والزعتر والحبان وورق اللورا المطحونين اللي انا حطاهم على طول جاهزين ليه معايا. وحطيت فلفل اسمر، وحطيت ورق لورا صحيح مش مطحون. بس هي دي التوابل. في طرق تانية كتير بقى، بيحطوا طماطم وبيحطوا بصل وبيحطوا الكلام ده كله. بس يعني الفراخ البلدي ما بتبقاش زفرة قوي ان انتي محتاجة تحطي كل الكلام ده، او ان انتي تتبلي الفراخ ببشر البصل او الكلام. لا مفيش، هي ما مجرد بس ما انتي بتشيلي الريم والحاجات اللي هي بتبقى على الوش دي، خلاص مفيش زفارة ولا بتشم ريحة زفارة تانية ابدا. وانتي غسلاها طبعا كويس اصلا، فمفيش يعني مش هتوصلي للمرحلة دي. حطيتها بقى على جنب تتسلق، وابتديت ان انا اشتغل في حاجة تانية. ما بعرفش اشغل كذا عين وافضل شغالة في كل حاجة مرة واحدة، باخدها حاجة حاجة. الفراخ بقى بتتسلق، هنا قطعت 3 بصلات كبار و... وهبتدي ان انا شوحتهم على النار كده في زيت. ما بعملش المحشي بسمنة، هو زيت بس عشان يبقى الرز مفلفل وكده. وحطيت كزبرة، وحطيت كمون، وحطيت بابريكا، وقلبت كده لحد ما تشوحوا كويس. وبعد كده هنزل بالصلصة. الصلصة دي اللي انا كنت مفرزاها معاكم ساعة رمضان، انا يعتبر ما استخدمتش منها كتير في رمضان لان الطماطم كانت موجودة. وجه وقت بقى ان انا استخدم، لان الطماطم بقت وحشة قوي في السوق وابتدت تغلى عشان شم النسيم. هو ده الوقت اللي هي ما بتبقاش حلوة فيه، وبتبقى غالية على الفاضي، بس احنا مضطرين نشتريها. فانا الوقت ده ما بشتريش طماطم غير ان انا اعمل بيها سلطة بس. اكتر من كده ما بشتريهاش، لكن انا ببقى مفرزة بقى وعاملة حسابي وفي الامان. سبتها بقى تسيح كده، حطيتها في الحلة وسبتها تسيح. وعلى ما اتسبكت الزيت بتاعها او الإدام بتاعها طلع على الوش كده، يبقى هي اتسبكت وتقلت. خلاص بطفي عليها، وكنت غاسلة الرز ومصفياه ونزلت عليه بالصلصة. الصلصة طبعا سبت الرز يتشرب شوية من الصلصة، بحيث ان هي ما تبقاش يعني يبقى خلاص الرز والصلصة اندمجوا مع بعض. وهنزل عليها بالخضرة اللي انا برضو كنت مفرزاها، شايفين لونها اخضر ولا جرالها اي حاجة. وهبتدي اتبل تاني، لان الرز طبعا هياخد من طعم الصلصة، فالاكل هيعتبر كده معلهوش تتبيلة، هيبقى عادب يعني. فحطيت بقى عليه من اللي انا كنت حطاه على الصلصة، فلفل اسمر وكزبرة وايه تاني، وشطة وبابريكا، كل التوابل اللي انا كنت حطاها على الصلصة. وقلبت وخلاص كده الخلطة جاهزة والفراخ اتسلقت. نشوف المرحلة اللي بعدها. ورق العنب انا قعدت رتبته وشلت الورق اللي مش حلو، يعني هو هقدر شوية كده بس برضو يعني طلعت كمية. يعني انا عملت حلة من الحبة دول، مش محتاجة ان انا اغلي مية على النار، ولا محتاجة لكل الدربكة، لان انتوا عارفين المحشي حلل بقى، فانا بحاول اختصر في الحلل عشان المواعين ما تبقاش كتير. رغم ان انا كل حلة بتتوسخ بغسلها اول باول، عشان مجرد ما اخلص المحشي واطفي عليه خلاص ما عنديش مواعين، هي بس الاطباق اللي احنا كلنا فيها وخلاص. وبصراحة بعد الأكل أنا ما بغسلش حاجة، يعني خلاص كنت فعلا تعبت اليوم كله واقفة على رجلي، فخلاص ما فيش وقت. هنا بقى بنزل عليه بالمية السخنة. الكتل ده موفر لي كتير في الرز، في الورق العنب بصراحة بينجزني في موضوع المية السخنة ده. هنزل عليها وهيغير لون، هروح شايلاه وشطفاه وخلاص. على كده الفلفل كانت نضفته، ويعتبر كده خلاص جهزت كل حاجة بقى. خدت الحاجة معايا وابتديت ان انا احشي. خلاص حطيت الحلل على النار، زودتها من الشوربة بتاعة الفراخ
وكده يبقى المحشي خلص. كان بس هو الورق العنب هو اللي لسه بيستوي، الفلفل ده تحتيه ورق العنب، حاطه طبق عشان الدنيا ما يعني حجمه ما يتضاعفش ويبقى هو نفس الحجم. وهنا كده خلاص خلصت الاكل وبالهنا والشفا. بس كان ورق العنب لسه ما استويش وهم كانوا جاعوا فغرفنا ده وكملنا بورق العنب. بحبكم في الله وباي باي.